السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. والله أنا أحببت أني أبث هذه الرسالة من باب الدعوة إلى الله عز وجل أولا. ثاني شيء أعتبرها أمانة ومسؤولية لابد أن أوصلها لكل من أحب من المسلمين. صليت الفجر ونمت ورأيت رؤيا فيها تحذير، وأقسم بالله يمينا لا أكذب فيها أن هذا ما حصل أو ما رأت عيني في المنام. وأنا أعرف حكم من كذب في الرؤيا يكلف أن يعقد بين شعيرتين، يعذب ليعقد بين شعيرتين أو حبتين من الشعير وليس بعاقد. وعقوبة الكذب في الرؤيا أشد من عقوبة الكذب في الحديث، وكلاهما شر. صليت الفجر هذا الصباح ونمت، جلست قليلا ثم نمت ما يقارب الساعة، فرأيت في المنام شخص أعرفه متوفى من 4 سنوات أو 3 سنوات، غفر الله له ورحمه. وكأننا نريد نجلس نلعب لعبة البلوت اللي يسمونها البلوت. أنا لا ألعبها لا في الحقيقة ولا أعرف حتى ألعبها، يعني ما سبق لعبتها ولا أعرف حتى لعبها ولا يعني حصل هذا الشيء أبدا إطلاقا مني. لكن في الرؤيا جلسنا 4، 2 واحد يميني واحد يساري، وأنا واللي قابلني هذا الشخص الميت. استغربت من مجيئه، جاب ثوب نوم يميل إلى البني، وجهه يميل إلى السمرة، عليه علامات الذبول والهم والغم. ضيق صدري صراحة من رؤية يعني شكله بهذا الشكل، فلعب معي أو يقابلني، فقلت له أنا حريص، قلت له بشر، ها وش أمورك، كيف أوضاعك، بشرنا عنك. قال والله إلي 3 سنوات أو 4 سنوات لا زال ربي حاسبني على حاجة. قلت وش هي؟ قال والله تغريدات في تويتر. قلت في حسابك؟ قال لي. قلت طيب علمني وش هي بمسحها عنك. أنا طبعا ما قد تابعته في تويتر ولا أدري وش يكتب نهائيا، لكن هذا اللي حصل. فطلع لي جواله ومد علي الجوال ووراني تغريدات فيها صور أو مقاطع الفئة من الفئات التكفيرية أو ممن يرون تكفير الناس. فقلت خلاص أحذفها لك. قال جزاك الله خير، ودعيت له. فقام وجلس على يساري واتكأ. قلت ها في شيء غيرها؟ قال في شيء. قلت وش هي؟ قال تغريدات ثانية. اللي فهمته من خلال الرؤيا وأحسست به إن عنده تغريدات من 7 إلى 8 تغريدات أو أقل ما هو راضي عنها، وإن الله عز وجل يحاسب عليها. قلت وش هي؟ فاستحى مني وما حبيت ألح عليه، فقلت له الله يغفر لك، الله يغفر لك. ثم انتهت الرؤيا. أنا والله هذه الرؤيا صراحة أحببت أني أبثها للتحذير. كل شخص الآن معه جوال ومعه حسابات في تويتر وفي الواتساب بيرسل رسائل، وفي الفيسبوك وفي الانستغرام وفي السناب. يا ناس والله ما بينك وبين الرحيل من الدنيا إلا كن أمر من الله عز وجل أن هذه الروح تخرج، ثم تلقى الله عز وجل بما عملت وما قدمت وما كتبت. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. تويتر وما أدراك ما تويتر ورسائل الواتساب والفيسبوك، لا ترسل مقاطع
تبقى في سجل سيئاتك، ودائمة مستمرة. كل من قرأها أو أرسلها عليك مثل إثمه. الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. تخيل تغريدة تنشرها إباحية، تغريدة كفرية، تغريدة من الفكر الليبرالي الإباحي، أو من الفكر الإلحادي، أو شبهة تبثها في دين الله عز وجل، أو شيء ممن يتعرضون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح والثلب والعيب، أو شيء مما يؤسس للبدعة أو تغيير أفكار الناس أو تسهيل المحرمات عليهم. يا أخي والله إنك ستلقى الله عز وجل، ستحاسب على كل كبيرة وصغيرة. والمصيبة في مواقع التواصل أن إثمها دائم. الرجل يقول أنا لي 3 سنين أو 4 سنين ربي حاسبني على هالتغريدة.